اهلا بيكم معايا. انا مروه. النهارده هنعمل فطار ظريف قوي، هتحبوه ان شاء الله. ممكن تعملوه مع ماما في المطبخ، مغذي ومختلف. هنعمل النهارده حاجه اسمها بانكيك. البانكيك مقاديره سهله خالص، ما بياخدش وقت وفطار لذيذ. البانكيك عباره عن كوبايتين الا ربع من الدقيق، معلقتين كبار من السكر، فانيليا، بيكنج باودر، 3 بيضات، وكوبايه لبن. تمام. اول حاجه الدقيق عندنا هنحط عليه بس كده رشه ملح خفيفه. اوكي. وهنضيف عليه معلقتين السكر الكبار. تمام. وبعد كده هنحط البيكنج باودر، معلقه صغيره بس تكون مليانه كده. اوكي. كده الدقيق والبيكنج باودر والسكر ورشه خفيفه كده من الملح. ده الخليط الاولاني. الخليط الثاني عندي عباره عن بيض، 3 بيضات اهو، هنضربهم بالمضرب. تمام. هنحط معاهم بس كده ايه معلقه صغيره قوي من الفانيليا، وهنضربهم مع بعض بالمضرب. شايفين البيض عالي شويه ازاي؟ هنحط كوبايه اللبن ونكمل ضرب تاني. اوكي. شايفين عالي معانا ازاي؟ هنحط الخليط ده على الخليط ونقلب كويس قوي. لغايه لما اخلص الكميه كلها. بعد ما تخلطوا على بعض، بصوا سمك العجينه بقى تخين ازاي، زي الكيك. بس طبعا احنا مش هنسويها في الفرن، احنا هنسويها على النار على طاسه فيها نقطه زيت كده، ومسحيها بمنديل. وتعالوا معايا بقى على البوتاجاز نشوف هنعملها ازاي. عندنا الطاسه سخنت. طبعا المرحله دي يا ريت الاطفال يبعدوا عن ماما عشان تعرف تعملها. ادي البانكيك، هناخد بكبشه كده صغيره او بمعلقه ونحط الخليط كده في نص الطاسه زي ما انتوا شايفين كده. بس هنعرف منين انها استوت اول ما تطلع كده فقاعات من فوق، يبقى هي كده الجزء اللي تحت استوى وهي كده هتتقلب. زي ما انتوا شايفين البابلز اهيت كقطيع. هقوم قلبها بالشكل ده. تمام. اوكي. متاخدش ثواني على الناحيه التانيه. تمام. ادي اول واحده من البانكيك. خلصنا كميه البانكيك زي ما انتوا شايفين، لونها اصفر ذهبي جميل قوي. بتتاكل بقى مع العسل الابيض ومع العسل الاسود والزبده. هوريكم ازاي دلوقتي. اخد اللون الذهبي الجميل، بصي تخين ازاي وحلو وهتعمل على الطاسه. هنحطهم بقى ايه زي ما احنا شايفين كده فوق بعض. عندنا افكار كتيره بقى قوي. في عندنا الزبده، وفي عندنا العسل. طبعا في الفطار العسل الابيض والعسل الاسود احسن حاجه. ممكن نجرب، ممكن كمان تتزوق بقى بشوكولاته مثلا، ممكن بالكريم شانتيه، ممكن بالكراميل. افكارها كتيره ومفيده على الفطار. لها كده مكعب من الزبده السايحه الجميله. نحط واحده تانيه بالعسل الاسود قد كده، مغذيه ومهمه جدا وطعمها حلو على الفطار. البانكيك مع العسل عشان كان سخن طلعت حقيقي هايله. يا رب تاكلوها وتعجبكم وتستفيدوا بيها، وبألف هنا وشفا. اشوفكم مره تانيه ان شاء الله.